انا لسه في شوارع اسنا، ورايا هنا المأذنة اهي بتاعت المسجد العمري، ورحنا المعبد بتاع دندرة، ودخلنا الجامع بتاع سيدي الضو. بصراحة انا لسه ما اعرفش احنا هنروح فين، ولكن يعني من تجربتي لسه في اول يوم في اسنا، والناس بتوع اسنا الصعيد عموما يعني كلهم اهل كرم طيبة. عارف انت اللي هو شفت حاجات كتير في اول يوم تخليك تبقى عايز تعيط، اللي هو انا ازاي ما جيتش اسنا قبل كده؟ ازاي اسنا مش معروفه بالنسبه لناس كتير؟ اسنا هي بين الاقصر وبين اسوان. الناس هنا اول حاجه كده هتحتضنك جدا جدا جدا. يعني فكره ان انت تيجي في مكان، انا جاي لوحدي، فكره ان انا اجي معرفش حد، معرفش حاجه في اسنا غير ان انا هاجي معبد، هاجي جامع، خلاص. لا ده في هنا اكل مختصين، في هنا في اكل في اهل اسنا اللي هي السخينه، في شرب، في حاجات كتير جدا هنا لذيذه. شكل النيل تحفه ورايا هنا. ف انا مبسوط، لسه يومنا مكمل في اسنا، لسه مش عارف احنا هنروح فين تاني. ده الجامع العظيم، تعالوا اوريكم نهر النيل شكله عامل ازاي. ده شكل فرع النهر. يعني في حاجات كتير قوي هنا الواحد ممكن يقولها. ثواني بس نقفل على مصطفى. في حاجات كتير قوي هنا الواحد يقولها على اهل الصعيد نفسهم، على اهل الكرم، على اهل اسنا، واللي حصل معايا من اول ما نزلت، والناس بتكرمني بشكل مبالغ فيه. شيخ الجامع والناس اللي شغاله في الاماكن الاثريه، والناس في الشارع، اي حد يعرف بس انت شكلك غريب تعالى. لا خلاص انت مش دافع اي حاجه، انت هتاكل وتشرب وانت قاعد معانا هنا. فانا مبسوط. احنا لسه مكمل في اسنا، هقعد فيها شويه، هقعد استكشف فيها شويه حاجات. انا ما اعرفش الفيديو هينزل، يعني انا صورت كتير جدا النهارده، فما اعرفش انا هنزل كام فيديو لاول يوم بس. ف تابعني، تابع الايام اللي انا بنزلها واليوميات والاماكن اللي انا بروحها. احنا بنلف في الاقاليم المصريه كلها علشان يعني نعرف قد ايه احنا بلدنا جميله، وقد ايه فيها حاجات حلوه ومحتاجه ان هي تنزل تروح كل مكان. بنزور العادات والتقاليد والاكل والشرب وكل حاجه ليها علاقه ببلدنا. تابعني، تابع الرحله بتاعتي اللي انا بداتها علشان اكمل في الحواري والشوارع المصريه. اهلا بيك مصطفى امري من اسنا، بحييك. تحس ان الناس كلها عيله واحده، يعني الناس بتبص لنا ان احنا اغراب مش من هنا. ما عدا عبد الرحمن بس هو اللي من هنا، بس متنكر. بقول لهم ان انا من دول بس عشان عايز يعمل في اسنا مشهور جدا انك لما تيجي هنا تلاقي الناس تقول لك شربت شاي ولا تزور الضوي؟ الضوي هو سيدي الضوي، واحد من اولياء الله الصالحين اللي المقام بتاعه موجود ورايا هنا، ولا انا في الجامع بتاعه، وهو من ايام الدوله المملوكيه، وليه كرامات وليه كلام كتير قوي قعدت اسمعه من الناس. يعني حاجات كتير من ضمنها ان هو لما وصل المدينه في سنه من السنين كانت بدايه النور هناك، او في نور حصل هناك، فعشان كده الناس سموه الضوي، وكلام كتير قوي. المهم ان الجامع هنا من الجوامع اللي فيها روحانيات عاليه جدا، والجوامع المشهوره والجميله قوي هنا في مدينه اسنا. فلما تيجي اسنا لازم تيجي تزور سيدي الضوي وتعرف قصته وتقابل الناس الجميله اللي هنا. انا يعني قاعد هنا في صوت قران شغال بره لشيخ الجامع، وهو بيحفظ الاولاد القران، وقد ايه هو بيعاملهم ولاد الصغيرين، وقد ايه الاولاد نفسهم شايفهم عمالين ينظفوا في الجامع ويتعاملوا مع الجامع ده كانه بيتهم حرفيا، يقوموا يحطوا الحاجه من هنا يعملوها هنا من نفسهم من غير ما حد يقول لهم اي حاجه.
أنا مبسوط إن أنا في الصعيد. أنا مبسوط بالحاجات اللي أنا بشوفها، بالتقاليد اللي أنا بشوفها، بحاجات ما يعني بحاجات جديدة أو كانت بتحكي لنا زمان بس ما بقناش نشوفها في القاهرة وفي المدن الكبيرة، ولكن لسه موجودة هنا في الصعيد. الصعيد جميل أوي أوي أوي، وأهل الصعيد جمال وأهل كرم. أنا مش عايز أقول لك على مدى الكرم اللي حصل لي هنا في الصعيد من ساعة ما جيت. تسلم، شكرا يا عم. لسه بحكي لكم على الكرم اللي هنا. لسه بحكي لكم عن كرم الصعايدة قد ايه، او والله واقف جاي جايب لي عصير. باين ان انا غريب في المكان من ساعة ما جيت في اسنا عموما، وانا ماشي اي حد يشوفني اتفضل تعالى اقعد اشرب شاي اقعد كل. دخلت الاماكن الاثرية، الناس اللي شغالة المفتشين الاثريين المحترمين قوي يشرحوا لي كل تفصيلة، يحكوا لي عن تاريخ المكان، يتحط شاي يتحط اكل يتحط حاجات. فبجد انا ممتن جدا ومبسوط جدا 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 لأهل الصعيد كلهم على مدى الكرم اللي هم يعني بيتحكى عنه، بس لما بتيجي تشوفه بتبقى عايز تعيط ان هو في كده بجد. المصريين جامدين في كل حتة، وأهل الصعيد بالذات جامدين جدا جدا جدا. اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ محمد. اسمك ايه؟ صلوا على نور ربنا الهادي البشير، أملي أنا يا ربنا به الكتير، هو الشفيع المرتضى يوم الحساب، من كم في طاعته مذهبه نال الثواب، مغرم أنا يا ربنا المن الهنا، صلوا عليه نور ربنا ساطع هنا، صلوا على نور ربنا الهادي البشير، أملي أنا يا ربنا به الكتير، هو الشفيع المرتضى يوم الحساب، من كم في طاعته مذهبه نال الثواب، مغرم أنا يا ربنا المن الهنا، صلوا عليه نور ربنا ساطع هنا، يا عالم الأسرار بينا تبنا إليه، نظرة قبول للمرتضى محمد نبي، لك يا نبي وسط الطريق كل عشم، إنك شفيع نور هدانا بالحرام، سلم سلام زيد الصلاة على المصطفى، هادي الأوصار والقبول مروة وصفا، سلم سلام زيد الصلاة على المصطفى، هادي الأوصار والقبول مروة وصفا. احنا هنا في اسنا في جامع سيدي الضوء. اي حد يجي اسنا لازم يجي هنا، يجي الجامع هيلاقي الشباب هنا بيحفظوا قرآن وبينشدوا وبيعملوا حاجات جميلة جدا 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 جدا. يلا سلام.